لو العمر اتحسب بالدقايق يبقى احنا عايشين بقالنا كتير، ولو العمر اتحسب باللي نقدر نعمله في دقايق يبقى هنعيش أكتر. 6 دقايق مع أحمد عبد الجواد. 6 دقايق مختلفين. 6 دقايق على راديو كيمت، محطة على المحطة. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج 6 دقايق على راديو كيمت. معاكم أحمد عبد الجواد. يلا بينا النهاردة نقرأ ديوان عروسة الرمل للشاعر كريم ماهر. علشان نقدر نحدد من الأول كده إزاي نقرأ كتاب عنوانه عروسة الرمل، يبقى نتعرف الأول على طبيعة الشاعر اللي عمل اسم زي ده. طيب هنا بقى لازم تقولي هو إيه مشكلة الاسم؟ هو مفيش مشكلة في الاسم، لكن كل اسم بيعبر عن اللي جوه العمل وبيعبر كمان عن شخصية الكاتب. لما حد يسمي الديوان بتاعه اسم غريب، الاسم ده هيشد ودنك على طول، هيخليك تفكر هو ليه حط الاسم ده. أول ما نقول عروسة الرمل هيجي في دماغنا عروسة البحر. طب إيه اللي خلى البحر بقى رمل؟ تعالوا نشوف. إحنا قدام كاتب بيدور على حاجة مختلفة، حاجة جديدة وبتبهر العين. كريم ماهر الشاعر اللي بيدور على فكرة المرأة وبيحاول يعمل لها أسطورة، ولا أقول لكم حدوتة. هو اللي بيحاول يعمل حدوتة بتاعة المرأة. المرأة بقى في الشعر ممكن تيجي بمعاني كتير جدا. المرأة هي الوطن، هي الحبيبة، هي الأم، هي الأرض، رمز الحنية، رمز الضمة، حاجات كتيرة قوي. باختصار كريم ماهر هنا بيتكلم عن المرأة باعتبارها الحياة. لما يحاول يدور عليها بيشوفها بقلبه، فبيقول بكل بساطة: وعشان أنا أعمى وما شفتش، الكل بيلعب على الحبال، ولأن لزوم الكلمة على الملزوم، فكلامي خلاص ما بقاله لزوم. ومع إنه شاعر شاطر ومتحقق، لكنه ببساطة بيعترف إن كلامه ما بقاش ليه لازمة. كأنه بيقول إن الشعر لوحده مش كفاية علشان يصلح الكون، أو إن فكرة الإنسان اللي بيدور عليها في الديوان محتاجة شغل تاني جنب الكلام. بس خلي بالك وإنت بتقرأ ديوان عروسة الرمل، الشاعر بيدور على فكرة الإنسان، وبيبان من خلال قرايتك للديوان إن كريم مهتم بالفكرة دي بكل جوانبها. يعني بشكل عام هو عايز الإنسان اللي بيحب واللي بيشقى واللي بيتعب واللي بيعمل حاجات كتيرة قوي. الحاجات دي سماها الفعل الإنساني. تعالوا نسمع بيقول إيه. الفعل الإنساني اتجمد بقى من فخار، أفكاره بتغوي أبال سوجان، تعويذة غريبة، عزم على حلمك وطوف على أرض مفروشة بنجوم، وأما تلاقي الحلم تاه نجم عليه بين النجوم. لما انتويت الهجر هجر الفؤاد روحي، ليه دايما اللي هجر مهجور في آن الهجر. في وسط كل اللي فات ما بينساش كريم حبيبته، ما بيخليش همومه هي اللي تسيطر على كتابته. هنا لازم نقف قدام كريم العاشق اللي بيحب واللي بيعترف إن العشق مش بإيده، حاجة كده غصب عنه. بيقول: ليكي أنا العاشق والعشق ما بيدي، الكفر ليكي حلال. لازم كمان نلاحظ إن كريم لغته جميلة وسهلة وهادية، صوره كمان مرتبطة ببعضيها وبتيجي من قلبه، علشان كده توصل للقلب بسرعة. لما يسيب نفسه وهو بيتكلم عن الحب بيبان الوصف اللي قلناه ده: أنا اشتقتك فبحرلك وأقبلك، ولما تخطي عتباتك بكون رملك وأرض ثبات. يوصل في نهاية الديوان لحالة العشق الصريح، كأنه بيصرخ بالظبط، بيعبر زي أي شاعر محترف عن كل اللي جواه. عريان وفاتح للسما صدري، يمكن أصادف أي نشوة للخلاص، ودخلت وادي العشق ليكي وخلعت عني كل هم إلا هم القرب منك. لفينا في الديوان وقرينا عروسة الرمل الكريم ماهر، وانتهت حلقتنا النهاردة. لو مهتم تقرأ ديوان عروسة الرمل الكريم ماهر زوروا صفحتنا على الفيسبوك. كان معاكم أحمد عبد الجواد وبرنامج 6 دقايق على راديو كيمت، محطة على المحطة. كنتم مع 6 دقايق مع أحمد عبد الجواد على راديو كيمت، محطة على المحطة. راديو كيمت، محطة على المحطة.